السلام عليكم. ماذا يجري في السودان؟ في أوج انشغالاتنا بما يجري لإخواننا في فلسطين، أتتني رسائل من بعض المتابعين تدعوني للحديث عن السودان، فتفاجأت أن هناك أحداث دامية تجري في السودان. حاولت الفترة الماضية أن أقف على تقارير أو دراسات أو أخبار أو تغطيات إعلامية لقنوات فضائية تتحدث عن الشأن السوداني وحقيقة ما يجري في السودان، لكن للأسف لم أجد شيئا. بعدها حاولت أجمع معلومات من هنا أو هناك من بعض الأخوة الذين يعرفون بعض السودانيين في الداخل، أو بعض الأخوة السودانيين الذين في الخارج لكن يعرفون بعض المعلومات وما يجري في الداخل، إضافة إلى بعض المنشورات من حسابات موثوقة. نعود إلى السؤال: ماذا يجري في السودان؟ باختصار، الجرائم التي تحدث في السودان اليوم لا تقل فظاعة عن الجرائم التي تقع في إدلب أو في غزة، لكن للأسف الإعلام نايم، لم يعطهم أي نوع من أنواع الاهتمام. ميليشيات سودانية أتوا بمرتزقة يلبسون اللبس العسكري، أتوا بهم من دول إفريقية عديدة خاصة الدول المحيطة بالسودان، مرتزقة من شذاذ الآفاق، شغالين إبادة في الشعب السوداني تدريجيا، والقضاء على هوية السودان الإسلامية. ركزوا عليها، هوية السودان الإسلامية، وعلى محورية هذه الدولة الغنية بكل الثروات. والوضع ليس بجديد. هل تصدقون أن السودان صار لها شهور والإبادات والاغتصابات وعمليات القتل وجميع أنواع الجرائم تحدث هناك؟ هؤلاء المرتزقة تستولي على مدن بالكامل، فتفعل بأهلها الأفاعيل، لا يصلون مكان إلا وانفجرت فيها الدماء وتناثرت الأشلاء وتعلو صرخات النساء، وبينما هم يفعلون ذلك يسرقون كل ما يجدونه أمامهم، بالضبط كفعل إخوان القردة الصهاينة. يسرقون بيوتهم، يحتلون أرضهم، يقتلون رجالهم، ويذبحون أولادهم، ويغتصبون نساءهم. شغالين اغتصاب في الفتيات الصغيرات بشكل فظيع، بهدف نشر الرعب والخوف بين الناس وإجبارهم على النزوح والخروج من ديارهم. فتاة عمرها 15 سنة اغتصبوها اغتصاب جماعي، وفتاة عمرها 19 سنة مع صاحبتها اغتصبوها 3 رجال اغتصاب لمدة 4 و5 أيام. فتاة أخرى تقول أنها في بيت عمها مع بنات عمها، وهذا العم أجلسهم في غرفة وقال: إن دخل هؤلاء المرتزقة سأضطر إلى قتلكم بالرصاص حفاظا على الشرف. طبعا هذا لا يجوز، لكن شوف الحل اللي وصلوا له. وفتاة أخرى تسأل الشيخ: هل يجوز لي إن دخل المرتزقة إلى داري وغرفتي أن أنتحر؟ شوفوا يا جماعة المصيبة إلى أين وصلت. أمام هذه الجرائم ينزح آلاف السودانيين من مدينة إلى مدينة، يتركون وراءهم كل حياتهم وبيوتهم وأشغالهم. ما يحدث في السودان يا إخوة هو نكبة حقيقية، هي نكبة السودان 2023، وهذه النكبة لا تقل عن نكبة فلسطين 48. طيب، هل يعقل أن يحدث كل هذا في السودان وبدون أي تغطية إعلامية؟ نعم، هذا الذي يحدث الآن. القنوات العالمية لا تفعل شيئا، ما لها أي مصلحة، إن لم تكن أصلا الدول الغربية هي من وراء كل هذه الفوضى. القنوات العربية مشغولة. طيب، وعموم الشعب السوداني لماذا لا يصور أو ينقل مقطع فيديو أو خبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ السبب أولا
الجميع في السودان الآن منشغل إما بمصرعه وهلاكه أو بنزوحه وفراره. ثانيا خوفا على حياتهم. هذا الأخ السوداني لو نشر أي شيء، هذا الناشط أو اللي عنده حسابات في وسائل التواصل، لو نشر أي شيء عن ما يجري في السودان كصورة أو فيديو أو مقطع ببساطة سيقتل، والذي سيلتقط صورة ستكون هذه الصورة هي الأخيرة في حياته. لذلك لا يتكلم أحد، والمجرمين ماخذين راحتهم فسادا وإفسادا وقتلا ونهبا وسرقة واغتصابا، ولم يخرج من هناك إلا معلومات يسيرة عن بعض الجرائم التي وقعت، أما الواقع الكامل الله أعلم به. لذا يا إخواني ويا أخواتي وأنتم تتابعون غزة بقلوب جريحة، اجعلوا عيونكم على السودان وعلى سوريا، فإن الدم المسفوك واحد، ولا تنسوهم من دعواتكم. اللهم الطف بإخواننا في غزة، اللهم الطف بإخواننا في إدلب، اللهم الطف بإخواننا في السودان، اللهم احقن الدماء واحفظ الأعراض واقطع دابر أهل الفساد والإجرام. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. آمين.